عمرك سألت نفسك ليه بعد ما بتفتح فيسبوك أو انستجرام ساعات بتلاقي نفسك متضايق من غير سبب؟ الحقيقة إن مقارنة نفسك بالناس على السوشيال ميديا بتسرق سعادتك حرفيا. كمل معايا الفيديو ده للآخر عشان هقولك إزاي تتجنب ده. أنت بتشوف صور ناس مسافرة وعربيات جديدة وخروجات في أماكن غالية، وتبدأ تحس إن حياتك أقل. بس اللي أنت مش شايفه إن دي مجرد لقطات متفلترة من حياتهم، مش الحقيقة كلها. كل واحد عنده مشاكل وضغط، بس محدش بيصور الحاجات دي. العلماء بيقولوا إن المقارنة المستمرة دي بتزود القلق والاكتئاب، وتخليك مش شايف قيمتك حتى لو أنت ناجح. والحل ببساطة ركز في نفسك وفي رحلتك. قارن نفسك بنفسك مش بغيرك، ساعتها هتعرف قد إيه حياتك ليها معنى وقيمة. بدل ما تفضل تبص للي في إيد غيرك، بص على اللي في إيدك أنت، وأكيد هتكتشف إن عندك حاجات هم نفسهم يتمنوها. وعايزك تقولي في التعليقات إيه أكتر حاجة في حياتك شايف إنها بتخليك مبسوط فعلا. وما تنساش تشترك في القناة. سلام.